يسعد لي كل اوقاتكم. طمنوني عنكم، كيفكم، شو الاخبار؟ ان شاء الله يا رب تمام. هلا اللهم صل على سيدنا محمد. مو امبارح، اول امبارح وعدتكم انه على اساس امبارح احكي لكم عن شغله صارت معي مؤخرا بتخص مهاره التشبيك، وقديش هي المهاره ممتازه جدا، وقديش ممكن توصلكم لمطارح ما بتتخيلوها. بس عن جد كنت كتير معجوقه امبارح، بعتذر ما صح لي انشر الشي اللي وعدتكم فيه. ومع اني جربت فتحت فيديو على اساس انه فتحت كاميرا على اساس بدي سجل فيديو، ولقيت انه مرق 10-12 دقيقة وانا لسه عم احكي وانقطع نفسي، فقلت خلص رح وقف هذا الفيديو، وان شاء الله بعمل لايف سريع بحكي لكم فيه، وبلكي هيك اذا كان عندكم اسئلة بتقدروا تسألوني اياها ضمن اللايف. اول شيء بس يا جماعة اكدولي اذا الصوت تمام او لا. ما رح استنى لحتى ناس كتير تنضم، رح بلش فورا فوت بالموضوع. يلي بيروح عليه قسم من الكلام بيقدر يرجع يشوف البث بس لحتى سكره. ولو عندكم اسئله اسالوني. اوكي، الموضوع باختصار هو عن مهاره التشبيك، وقديش هي المهاره ممكن تفتح لكم ابواب عظيمه. بس ممكن لو سمحتوا بس تاكدوا لي اذا سامعيني والصوت تمام او لا. تست. انا اسفه اذا كل شوي حسيتوا انه هيك عم باخد نفس، فصدقا لانه هي مشكله هلا عم بعاني منها، يعني ان شاء الله هيك ما يطلع شيء خطير ان شاء الله. ف يعني اعذروني على هذا الموضوع. عم فضل الفيديوهات العاديه لانه عم بقدر اجزئها واقطع اقطع الاماكن اللي عم بضيق نفسي فيها. تشبيك بسوريا ولا ببريطانيا؟ صوت تمام. اوكي، التشبيك بشكل عام، عن التشبيك بشكل عام، بما انه الصوت تمام رح بلش. هلا الحمد لله مؤخرا صارت معي شغلة يعني ما كنت بحلم انها تصير معي او اني تكون جزء منها، وبلشت من شي كتير صغير بسيط انا ما كنت حاسبت له حساب ابدا. رح احكي لكم القصة واحد لشارك معكم النجاح، لاني عن جد الحمد لله كتير مبسوطة، يعني مبسوطة وكتير هيك شاكرة لرب العالمين وفخورة بهذا الشيء، وحابة أشاركه معكم. وكمان بشاركه معكم لحتى تعرفوا قديش مهم تزتوا حالكم على أي فرصة بتصح لكم، لأنه ممكن توصلكم لأماكن أنتوا مالكم متوقعينها. قد ما قلت لكم القصة باختصار حتضل طويلة، يعني يمكن تاخد شي 10 دقايق، فحبلش أحكي هلا. بصير 10 دقايق قولوا لي وقفي، لأنه أنا كتير بحكي وبستفيض. القصة بلشت من شي 3 شهور تقريبا. كان في مؤتمر، أو حتى قبل بشوي، كان في مؤتمر للبوست جراديويت ستودنتس بجامعتي، يلي طلاب الماجستير والدكتوراه. هلا كان عادة المؤتمرات، في مؤتمرات بيتم فيها استضافة ناس من جامعات أخرى، وفي مؤتمرات ممكن الطلاب بتروح تحضرها بدول تانية يكون فيها ناس من كتير دول وهكذا. بس هذا المؤتمر ما كان على هذا الصعيد، كان على صعيد محلي تماما بس لطلاب جامعة سوانزي. وعادة طلاب الماجستير اللي بيروحوا بيكون يعني البحث تبعهم لسه متواضع، واللي بيكونوا طلاب دكتوراه نادرا لحتى تشوف حدا مخلص يعني بالمراحل الأخيرة تبع البحث تبعه ويروح يعمل بريزنتيشن ضمن هذا المؤتمر عن البحث تبعه. اغلبهم بيكونوا بالمراحل الاولى، وممكن يعملوا البرزنتيشن تبعهم عن الليترشر ريفيو، يعني الابحاث اللي قرأوا عنها يعني لحد هي الفتره. اوكي، فاللهم صل على سيدنا محمد، انا كان صاير معي ظرف معين وما كنت رح اقدر شارك بالمؤتمر. وبعدين عديت الظرف تبعي لما سكروا التقديم على هذا المؤتمر. فوقتها زوجي قال لي طب انت مالك خسرانه شيء، بعتي للاشخاص المنظمين لهذا المؤتمر وقولي لهم انه انا كان صاير معي 1 2 3، بتمنى لو لسه في فرصه اني اقدر شارك بهذا المؤتمر، لانه كان لسه يعني بقيان وقت منيح لحتى يبلش المؤتمر، فمالي خسرانه بقدر ابعت لهم واسالهم. تمام، بعت لهم. ف سبحان الله، يعني عن جد كمان هي القصة عم شاركها معكم من باب انه كل يعني شو بيقولوا كل تأخيرة فيها خيرة، وكل شيء بصير احيانا بصير لغاية انه رب العالمين كاتب لكم من وراها شيء. عن جد سبحان الله. فابدا لما يصير معكم شيء عكس ما انتم بدكم او عكس ما انتم بتتمنوا، دائما تذكروا انه في شيء منيح حيصير لكم، الله ميسره بطريقة معينة. فشوفوا انا ما قدمت من البداية، سبحان الله يمكن الله كاتب لي انه لما بدي ابعت الايميل تبعي اللي فيه موضوع البرزنتيشن اللي بدي اعمله تروح لهالشخص تحديدا ويقدر يشوفها ويتمعن فيها، كونه انا كنت عم ببعت يعني لحالي، كان مخلص التقديم وكل شيء. المهم
فالشخص المسؤول هو دكتور عندي بالجامعة، وكتير كان قمة بالرقي والاحترام والتفهم وهيك. وقال لي طبعا وما في اي مشكله، هي كان مبدئيا. وبعدين قال لي انه بعتي لنا انه مثل باوربوينت سلايدز، برزنتيشن سلايدز عن شو الريسيرش تبعي والتوبيك، وبعت لهم. وسبحان الله بعدين رحت على المؤتمر وعملت برزنتيشن تبعي. هلا شو الشيء اللي صار انه هذا الدكتور نفسه اللي انا بعت له محتوى العرض التقديمي اللي بدي اعمله ضمن هذا المؤتمر، هو نفسه يلي كان موجود لحتى يدير الجلسة تبعي. هلا عادة بالمؤتمرات يا جماعة بيكون كل شخص عم يعمل عرض تقديمي بيكون في حدا عم بيسهل له الجلسة، يعني بيسموه هيك مثل فاسيليتيتر، يعني مثل بينسق الجلسة، بيسهل الجلسة، بينتبه إذا حدا عنده سؤال وما لنا منتبهين عليه، إذا في غلط تقني بالغرفة، إذا يعني هدول الأشياء الجانبية اللي مهم الواحد يكون معك حدا تاني ينتبه له. تمام؟ فعادة انتوا حظكم، يعني ممكن يكون طالب، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون دكتور بالموضوع، مهتم بالموضوع اللي انت عم تبحث فيه، وممكن لا. فانا انه حسيت يعني للحظة كنت مبسوطة انه الدكتور نفسه يلي اخذ جزء كتير كبير من تنظيم المؤتمر يكون هو الشخص اللي رح يسهل الجلسة تبعي، او مثل ما بيقولوا يعني ميسر للجلسة او منسق او هيك. فبعد ما خلصت البرزنتيشن تبعي بالمؤتمر، بعد ما خلصت العرض التقديمي تبعي بالمؤتمر، بيقول لي الدكتور انه الموضوع تبعك كتير هو شيء مهم، وانه هو كتير مهتم بهذا الموضوع تحديدا. الموضوع تبع البحث تبعي تبع الماجستير اللي عملته السنة الماضية كان عن الصعوبات اللي بتواجه اللاجئين وطالبي اللجوء بتعلم اللغة الإنجليزية بمقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية. وكنت عم بتناول هذا الموضوع من منظور المدرسين اللي بيدرسوا هاي المجموعة من الطلاب. تمام؟ بيقول لي الدكتور بقى انه هو يعني تخيلوا شوفوا، انا ما كنت عارفانه، بيكون هو رئيس لجنة بالجامعة تعنى بكل ما يخص دعم الجامعة للاجئين وطالبي اللجوء. هلا شوفوا الحكمة الأولى تبع انه سبحان الله كل تأخيرة فيها خيرة، وكل شيء بصير عكس اللي انتم بدكم اياه بيكون لسبب، وهالسبب رح يكون لمصلحتكم ان شاء الله. اللي هو انه شوفوا، يمكن انا هيك بيتهيألي انه يمكن لو اني بعتت لما كل الناس بعتت، ممكن يكون في عدة اشخاص مسؤولين انه يقرأوا العرض اللي انتم باعتينه عن البحث اللي بدكم تقدموه، يعني او العرض التقديمي اللي بدكم تعملوه بالمؤتمر، وناس بشكل عشوائي تختار انه هي اللي حتكون الميسرة للجلسة تبعكم. بس سبحان الله يمكن لانه انا بعتت لحالي وللدكتور هذا نفسه اللي هو مسؤول عن تنظيم المؤتمر، ثابت لانه هو رئيس هي اللجنة، يمكن اختار او ارتأى انه البحث تبعي بيشبه الاشياء اللي هو مهتم فيها، فقرر يحضر الجلسة تبعي. ومن هون انفتح لي باب ما كنت يعني ولا ببالي ولا بالحسبان. فشو بيقول لي الدكتور؟ بيقول لي وهلا هي في شغله كمان رح لكم اياها مشان كمان تكونوا بتعرفوها. في كتير جامعات وكليات ببريطانيا بلشت تتقدم على شيء اسمه Sanctuary Award. وحكيت لكم عن هذا الشيء بفيديوهات من قبل. اللي ما بيعرف، عادة نحن طالب اللجوء بنسميه asylum seeker، واللاجئ بنسميه refugee، والاثنين مع بعض فينا نسميهم asylum seekers. الاسايلم سيكرز عفوا sanctuary seekers، يعني مثل انه طالبين للملاذ الامن والحمايه، وهي بتجي كلمه الطف سياسيا وكاحترام للناس اللي بتطلب لجوء بهذا البلد. فبدل ما نقول asylum seeker و refugee فينا نقول sanctuary seeker. اوكي، المهم فالجامعات والكليات اللي بلشت تثبت انه هي عم تعمل استراتيجيات وسياسات تدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، عم بيقدموا على جائزة اسمها Sanctuary Award. واذا حصلوا عليها لما بيثبتوا انه هن فعلا عم يعملوا اشياء على ارض الواقع بتساعد اللاجئين وطالبي اللجوء، بيحصلوا على هي الأوود، على هي الجائزة اللي فعليا بتعطي لقب السانكتشري للجامعة.
يعني فبتصير مثلا فرضا جامعتي إذا حصلت على هي الجائزة بتصير بتقدر الجامعة تعرف على نفسها على أنها هي University of Sanctuary، يعني جامعة بتأمن ملاذ آمن للاجئين وطالبي اللجوء. ففي كليات مثلا في كارديف اند فيل كوليدج اللي هي كلية بكارديف بمدينة كارديف بويلز حصلت على هي الأورد فصارت A College of Sanctuary. أوكي، جامعتي كانت بدها تقدم طلب إنه هي تاخد هي الجائزة لحتى تصير اسمها University of Sanctuary. وبرجع بقلكن هي مو مجرد إنه شعار رنان أو كلمة تنحكى إنه الجامعة أخذت هي الجائزة، لا، بدها تثبت الجامعة إنه هي على أصعدة مختلفة عم تعمل أشياء بتدعم اللاجئين وطالبي اللجوء. حلو. المهم فشو لما الجامعة بدها تقدم على هاي الجائزة أو هذا الطلب، في مثل منظمة اسمها City of Sanctuary يلي هي المسؤولة عن منح هدول الجوائز وأشياء تانية بتخص اللاجئين وطالبي اللجوء. بتجي لجنة من City of Sanctuary من المسؤولين عن هذا الموضوع بتجي على الجامعة، وبيكون في لجنة من الجامعة عنا جاهزة لتبلش تحكي تعرض يعني تباعا شو الجامعة عم تعمل لحتى تدعم اللاجئين وطالبي اللجوء. واللجنة اللي جاية من السيتي اوف سانكتشري بتبلش تاخد ملاحظات وبعدين بياخدوا الملاحظات تبعهم وبيمشوا، وبعد فترة بيعطوا القرار انه اذا الجامعة توافق انها تاخد هي الجائزة او لا. شو علاقة كل هذا الكلام؟ علاقة كل هذا الكلام انه الدكتور يلي حضر الجلسة تبعي بهذا المؤتمر اللي صار للطلاب بيقول لي انه انت موضوعك كتير بصب بالشيء اللي نحن الجامعة عم تحاول تعمله، فبتحبي ندعيكي لتحكي شوي عن البحث تبعك ضمن الجلسة أو الزيارة يلي رح تجي. يعني ما قلت لكم في شيء اسمه City of Sanctuary اللي هنا مسؤولين عن هي الجائزة، رح يجوا على الجامعة من شان يقرروا إذا بيعطوا الجامعة هي الجائزة أو لا. فقال لي بتحبي تيجي ضمن هذا الاجتماع وبنعطيك يعني كم دقيقة أحكي فيها عن البحث تبعي لحتى أكون أنا واحدة من الأمثلة اللي عم تحكي عن الأشياء اللي بتثبت إنه جامعتي بتدعم اللاجئين وطالبي اللجوء. يعني أنا حكون إنه كنت شغلة بسيطة، يعني مو إنه أنا الوحيدة، عرفتوا إنه في كتير ناس بكل الأقسام عم تعمل أشياء رهيبة بتخص اللاجئين وطالبي اللجوء، عرفتوا؟ فأنا طبعا يعني طار عقلي من الفرح وقلت له أكيد دكتور، يعني بالعكس بتشرف وهيك. وهون النهفة. شوفوا هلا أنا سبحان الله يعني ما كنت عرفانة تفاصيل عن هي الزيارة، يعني كيف بتتم مزبوط، كيف بنكون قاعدين، مين بيحكي مين ما بيحكي، هلا أنا لازم أكون حضرانة من الأول. ما كان عندي تفاصيل وحتى ما سألت ولا هنن قالوا لي. فأنا من عندي هيك على السبحانية سبحان الله فكرت إنه بالعادة أنا مثلا خلونا نقول بدي روح على مؤتمر وعندي جلسة، مثلا عندي أنا presentation يعني اللي شو بسموه عرض تقديمي أو شيء بدي أحكيه، مثلا مدته 5 دقايق. أوكي، فأنا شو بساوي بالعادة؟ بحضر المؤتمر كله وبعدين بعمل ال5 دقايق تبعي ضمن هالمؤتمر كله. فأنا فكرت إنه نفس الترتيب، يعني إنه أنا لازم روح ضمن هي الزيارة اللي بدي تيجي فيها City of Sanctuary، إنه أنا لازم روح من الأول للأخير وبس يجي الوقت تبعي بحكي عن البحث تبعي. فكرت سبحان الله على السبحانية. المهم بفوت على القاعة بلاقي في لجنة من جامعتي بقلبها هذا الدكتور اللي قلت لكم هو رئيسها لهي اللجنة، وناس تانيين يعني موظفين بالقسم، موظفين باللجنة اللي تعنى بخصوص اللاجئين وطالبي اللجوء. ولقيت بالغرفة مجموعة تانية من الناس، هدول الناس هن اللي جايين من السيتي اوف سانكتشري، يعني هن اللي بيقرروا إذا بيعطوا جامعتي هي الجائزة أو لا. النهفة وين؟ النهفة أني أنا طلعت بعرف 2 من هدول اللي بهي اللجنة اللي هي بتقرر إذا بتعطينا الجائزة أو لا، لأنه ببساطة هي المؤسسة أو هي المنظمة نفسها بتعمل كتير كورسات لتدعم اللاجئين وطالبي اللجوء. ومرة كانوا عاملين كورس بخص السياسات اللي تعنى باللاجئين وطالبي اللجوء، أنا قدمت عليه للكورس ودرسته. فشفت هي اللجنة، شفتهم وقعدت معهم وصاروا بيعرفوني. فكان موقف طريف، لأنه الطريقة اللي قاعدين فيها بالغرفة قاعدين مثل كأنه شفتوا لما بتكونوا قاعدين إنه في لجنة تحكيم
وفي حدا بدنا نحكم عليه، فبتكونوا قاعدين مقابل بعض، تاري هن هيك لازم، يعني هيك لازم نقعد، انه اللجنه اللي بدها تعطينا الجائزه بطرف والفريق اللي من جامعتي بطرف تاني. فانا مالي عرفانه، لانه شفت بالفريق تبع اللجنه يعني اللي بدها تحكم علينا اذا تعطينا الجائزه او لا، لانه شفت ناس بعرفهم رحت قعدت جنبهم، فبيجي بيقول لي الدكتور لا 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 ولا لازم انت تيجي تقعدي معنا لانه انت محسوبه علينا على الجامعه. فكان موقف كتير طريف، يعني انا مالي عرفانه اصلا انه شو ترتيب القعده وهيك. وسبحان الله يعني شوفوا على السبحانيه ضليت قاعده كل الوقت بالجلسه، وكل شوي يعني كل شوي على حسب البرنامج اللي مكتوب يفوت فريق من الجامعه تبعيتنا عن ابحاث معينه بمواضيع مختلفه، يحكوا شوي عن البحث اللي عم يعملوه أو الأشغال اللي عم يعملوها اللي بتدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، ويطلعوا. كل شوي يفوت فريق ويطلع. مين اللي يضل قاعد كل الوقت؟ أعضاء اللجنة اللي خاصة باللاجئين وطالبي اللجوء من جامعتي، واللجنة اللي جاي تحكم علينا. وأنا شو قاعدة دبقانة كل الوقت وحياة الله، يعني ما إنه يعني مو إنه أنا مثلا إني هيك جاذبتها وقاعد، أنا مالي عرفانة، عن جد مالي عرفانة، يعني هيك إنه بشكل عفوي وسبحاني وبسيط فكرت انه يعني تعتبر التزام مني، هيك انه فكرت انا انه التزام مني، ويعني انه كاني انا عامله شيء زياده عن الكل، اني انا قاعده كل الوقت وصبوره وقاعد، لانه الجلسه كانت كتير طويله، يعني نهار كامل كان هي الزياره كانت نهار كامل. فانا كل الوقت قاعده وشوف فريق يفوت من جامعتي يحكي عن البحث تبعهم ويطلع، وفريق يفوت وفريق يطلع، وانا قاعده مع اللجنه. بعدين بعد ما صار وقتي صار دوري، المهم انا لما صار دوري اول شيء حكيت عن البحث اللي عم بعمله بشكل اكاديمي بحت، تمام. بعدين الدكتور بيقول لي بس خلصت بيقول لي ولا احكي لنا عن السبب الشخصي، يعني الدافع الشخصي تبعك انه انت ليه هيك عم تعملي هذا البحث. فانا حدا كتير عفوي وكتير تلقائي وهيك، يعني انه بس بحكي عن جد بكل جوارحي يعني. فانا في شغله صارت معي ما حكيت لكم عنها، بتخص اللغه الويلش لانجويج، اللغه المحكيه بهي المقاطعه، اللي خلت عندي سبب ودافع كتير كبير اني اتعلم هي اللغه. فالمهم انا عن جد حكيته يعني بكل حب، يعني من كل قلبي، واذا الكل بيتاثر وبلشوا يصفقوا، ويعني كان تلقيهم للشيء رهيب الحمد لله. فانا انه عملت كتير منيح. بس بعدين بعد ما خلص كل شيء استوعبت انه الناس اللي ضلت قاعدة من جامعتي كل الوقت من البداية للنهاية هن بس أعضاء اللجنة. أنا شو كنت قاعدة عم بعمل؟ يعني أنا الطالبة الوحيدة اللي ضليت قاعدة من الأول للأخير. اللي كانوا موجودين هو بس رئيس الجلسة اللي هو الدكتور نفسه اللي حكيت لكم عنه من البداية، والباقي كلهم موظفين أو دكاترة، يعني ما في حدا طالب غيري. فأنا شوي هيك يعني قلت لحالي إنه أنا شو قعدني من الأول للأخير. بس خلص يعني ما عاد صار في فرصة أني أسأل حدا أو خلص، لأنه مش الحال، صار الإيفنت وخلص. بعد فترة شوفوا سبحان الله شو اللي بيصير. ما حأحكي لكم عن القرار شو صار، إذا أخذت اللجنة إذا أخذت الجامعة جائزة أو لا، بحكي لكم بعدين. بعدين بتروح الجامعة يعني اللجنة هي المسؤولة عن اللاجئين وطالبي اللجوء بجامعتي، بيبعتوا إيميل، وأنا ضمن هدول الأشخاص اللي مبعوث لهم هذا الإيميل، وبيقولوا إنه هلأ صار وقت المنحة يلي جامعتي مخصصتها للاجئين وطالبي اللجوء، عفوا بس لطالبي اللجوء وللاجئين وطالبي اللجوء، على الأغلب للاجئين وطالبي اللجوء، وبيعطوها ل3 أشخاص بس. أوكي، فبيقولوا إنه يعني اللي بعت الإيميل هي عضو من أعضاء اللجنة، بتقول أنه عن قريب رح نبعث لكم كل الابليكيشنز للناس اللي متقدمة للمنحة، وبدنا منكم تقرأوا الملفات وتقدروا بتقديركم مين ممكن ينعطى الجائزة بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة، ومين منحطه على الاحتياط بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة. طبعا المنحة اللي بتعطيها جامعتي ل3 أشخاص هي منحة لحتى الشخص اللي رح ياخدها رح يدرس ماجستير مجاني بالكامل بجامعتي، رح تدفع له جامعتي الرسوم ورح تعطيه راتب شهري. فيعني أنا هم مثل اللي انسطلت عن جد، إنه ما صدقت إنه يعني إنه الحمد لله رب العالمين. هلا أنا واثقة من قدراتي طبعا، وحصلت على منحتين من قبل، منحتين كتير كبار
كتير صعبين. بس شعور انه انت فجأة تكون طالب وبتقدم على منحة وتحصل عليها وبعدين تصير جزء من لجنة بتاخد قرار بهيك شيء كبير، يعني نقلة نوعية بالنسبة لإلي. فكنت حاسة بشعور، يعني الحمد لله رب العالمين، شعور من السعادة اللي ما بقدر أوصف لكم إياها. طبعا هذا ما بيعني إنه القرار لإلي أنا بس ولا بتقرر، لا، هو في لجنة كاملة واللجنة كلها رح تقرأ الملفات تبع المتقدمين واللجنة كلها تعطي آراءهم، وبعدين في لجنة مصغرة هي اللي بتاخد القرار النهائي. بس فكرة إني يكون جزء من هذا الجو بالنسبة لإلي كانت شيء رهيب. وما خلصت القصة هون. اللي صار إني أنا قرأت الملفات كلها تبع المتقدمين، وسبحان الله يعني عن جد كان في ناس ملفاتها رائعة مذهلة. يمكن أصلا هلأ يكونوا عم يشوفوا البث ناس من اللي حصلوا على المنحة. سبحان الله. يلي صار أنا قرأتهم، ويعني بكل تفاني بكل حب أعطيت طاقتي وجهدي، طبعا بشكل تطوعي أكيد، هذا الشيء اللي عم بعمله بالجامعة. يعني بكل طاقتي قرأت وشفت الملفات وهيك. بس سبحان الله يعني طريقتي العفوية أنا لقراءة الأشياء إني يعني أنا مثلا حتى لما بساعد بشكل عام يا بدي ساعد من قلب ورب، يا أما إذا بعرف ما عندي وقت ما بساعد أبدا، لأنه ما بقدر، هيك شخصيتي. فأنا شخصيتي إنه ما رح أقرأ كيف ما كان، لأنه صدقا يا جماعة أنتوا بس تقرأوا مثلا ملف أو 2 سهل تقارنوا بيناتهم، بس إذا عم تقرأوا فوق 20 ملف ممكن توصل للرابع تصير تبلش تخربط بين الأول والثالث، فما بالكم أكتر من 20. فشو أنا سويت؟ يعني أنا طريقتي لفعل الأشياء إنه عملت جدول وكتبت فيه. طبعا ما بنكون عارفانين نحن أسماء حدا أبدا، بيكونوا كلهم عاطينهم مثل رقم، إنه المتقدم رقم 1، المتقدم رقم 2. أنا ما بعرف أسماء الأشخاص أبدا. كنت الفكرة وين يا جماعة؟ إنه طريقتي أنا لفعل الأشياء إنه عملت هالجدول وكتبت مثلا المتقدم رقم 1، ولخصت نقاط القوة ونقاط الضعف لهذا المتقدم أو هي المتقدمة. بس الفكرة وين؟ إنه لما بتشتغلوا هيك نوع شغل ما بكفي تكونوا هيك، إنه ما بكفي يكون التعليق سطحي تبع إنه والله هالابليكيشن ممتاز أو هالابليكيشن ضعيف. ما فيكم تعملوا هيك، بدكم تعطوا نقاط قوة وضعف واضحة. يعني تخيلوا ضمن مثلا 4 أو 5 سطور بدي لخص بطريقة عن جد بتخلي الشخص اللي ما له قارئ الابليكيشن يكون عنده انطباع حقيقي لهذا المتقدم أو هي المتقدمة. عملت هذا الشيء لأكثر من 20 متقدم ضمن الجدول. ورجعت عملت جدول تاني، مو هن طالبين نحط انه مين برأينا الأول والثاني والثالث، ماشي؟ سبحان الله. يعني من كتر ما صعب، من كتر مو صعب اني احط 1 2 3 قد ما في ناس حسيتهم بنفس القوة. رحت انا شو كتبت تعليق فوق الجدول، قلت انه انا كتير كان صعب علي اني احط بس شخص واحد بالمرتبة الاولى، بس شخص واحد بالمرتبة الثانية، بس شخص واحد بالمرتبة الثالثة. لذلك انا شو عملت؟ حطيت 3 اشخاص بالمرتبة الاولى وعدة اشخاص بالثانية وعدة اشخاص بالثالثة. ليش؟ قلت على أمل إنه إذا عدة أشخاص باللجنة بيتشاركوا معي بنفس الرأي معناتها إنه هالشخص فعلا بيستحق يكون بالمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة. تمام؟ وسبحان الله يلي صار إنه قبل ما يصير الاجتماع هذا، طبعا أنا كنت عارفانة عن هذا الاجتماع مثلا قبل بأسابيع، مو قبل بيوم أو قبل بيومين يعني. فقبل بأسبوع أو أسبوع ونص طلع لي موعد جدا جدا ضروري، وهذا الموعد بيصير بنفس اليوم اللي بده يصير فيه تبع موضوع اللجنة هي تبع تقرير المنح. فعرفت اني ما حقدر اروح على الاجتماع تبع المنح، وكتير كنت متضايقة ومحروق قلبي لانه مالي قدرانة اروح على هذا الموعد. بس يعني انا شو بدي اعمل بهالحالة؟ بعثت ايميل اعتذار وقلت انه انا كتير بتشرف كنت بهي الفرصة، وبعتذر اني ما رح اقدر اكون موجودة لانه عندي هذا الموعد اللي عندي اياه يعني موعد مصيري ما بقدر اني اجله او ما اروح عليه، وهو كان بمكان تاني بمدينة تانية. وقلت لهم بس انه انا حبيت شارك معكم آرائي على وعسى تفيد اللجنة، وبعثت لهم ارفقت لهم الملفين اللي انا عملتهم، اللي هو الاول تلخيص لكل الملفات تبع المتقدمين، والثاني انه انا برأيي مين بيستاهل المنحة بالمرتبة الاولى والثانية والثالثة. حلو لهم؟ حلو.
سبحان الله، بهداك اليوم أنا كنت كتير زعلانة. يعني لما صار اليوم هذا اللي بعرف فيه إنه رح يصير الاجتماع، كنت كتير زعلانة، لأنه أنا اجتهدت وتعبت وهيك متحمسة لهالفرصة اللي يعني إنه ما بتصح. يعني إنه أنا طالبة، يعني كيف إنه هيك. سبحان الله إنه يعني أنا انزتيت زت بهالقصة من غامض علمه. يعني فجأة صرت جزء من لجنة بدون ما أقدم على الشغل، بدون عرفته. فزعلت كتير. سبحان الله، ما بيعدي النهار إلا وبلاقي وصل إيميل من المسؤولة يلي بتنسق الإيميلات وبتبعتها لكل المتقدمين، لكل أعضاء اللجنة، وبتقول شكرا كتير على وقتكم وإلى آخره، ولما رح نعمل القرارات النهائي، الاختيار النهائي، رح نبعت لكل اللجنة نخبرهم إنه مين اللي اخترناهم. اللهم صل على النبي. من هذا الشيء بفهم أنا إنه هي الاجتماع اللي بيصير هنن بس بيتناقشوا، بس على الأغلب في لسه لجنة على صعيد أعلى، بيكونوا مثلا خلونا نقول قرروا على 4 أو 5، ففي لجنة أعلى هي اللي بتقرر نهائيا مين اللي رح ياخدون من ضمن اللي يناقشون. تمام. المهم، هذا الايميل اللي بعتوه مو بس لإلي، بعتوه لكل اللجنة، فكل اللجنة بتشوف الايميل وكل اللجنة بتقدر ترد ويوصل الرد تبعهم لكل اللجنة. بتبلش أول وحدة ردت على الإيميل قالت له شكرا كتير وناطرين نعرف النتائج، وبدنا نتشكر ولاء على الملف اللي عاملته، لأنه الملف تبعها كتير 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 ساعدنا، لدرجة أنه نحن قررنا أنه نعمل الطريقة اللي هي اتبعتها بغربلة المتقدمين، خلونا نسميها. بدنا نتبع الطريقة تبعها ونساويها جزء من يعني جزء من الإجراءات اللي هن بيعملوها كلجنة. تخيلوا. سبحان الله، هون حسيت برعشة فرح انه انا الشيء اللي انا سبحان الله يعني انا متعودة بعمل الاشياء باتقان لاعلى شكل انا ممكن اعمله. فانه شيء انا عاملته بالسبحانيه تبعي. يعني انا هي طريقتي لفعل الاشياء، مو انه مثلا انا ابتذلت او كنت بدي بين اني انا واو باللجنه. لا لا لا، انه انا هي طريقتي لتنظيم الاشياء. بحب اكون مرتبه ومنظمه وواضحه تماما على اي اساس عم اقول هالشخص بيستاهل المنحه اكثر من هالشخص مثلا. فسبحان الله، شلون انه شيء بسيط انا عاملته لجنة كاملة بناس أعلى مني قدرا وقيمة ومكانة وتحصيل أكاديمي وهيك، كلهم دكاترة أو موظفين، أنا بس الطالبة، إنه قرروا يتبنوا الطريقة تبعي. وبعدين ردت حدا تاني من اللجنة، وبعدين حدا ثالث، وكلهم عم يتشكروا إنه شكرا ولا شكرا ولا. سبحان الله، من قلبي انبسطت إنه أنا ما كنت موجودة هنيك فيزيكلي، يعني جسديا ما كنت موجودة، بس اسمي بالاجتماع كان حاضر كل الوقت بسبب الشيء اللي عملته. وكلهم قالوا انه كتير الكومنتس تبعي كانت كتير succinct. لما بنقول عن شيء انه هو succinct يعني مختصر بس واصل للعصب تبع الشيء اللي لازم تعلقوا عليه، اللي هو فهمتكم يا انه ما بصير مثلا بس اقول it's a good application, it's a strong application. يعني هذا حكي فضفاض، ما حكي بيوصف ليش هذا الابليكيشن قوي او ليش هذا الابليكيشن ضعيف. هلا الحمد لله رب العالمين، انا في شغله يعني الحمد لله بشكر ربي عليها، انه ضمن ال5 سنين الماضيه اكتسبت مهاره بدون ما انا اني ابذل جهد من شانها، اللي هي مهاره تقييم الابليكيشنز للمنح. بتعرفوا انه ب 2020 الحمد لله حصلت على منحة تشيفنينج من الحكومة البريطانية، من خلالها اجيت درست ماجستير ببريطانيا ممول بالكامل بتدريس اللغة الإنجليزية اللي خلصته بدرجة امتياز الحمد لله. بس أنا من سنة 2020 إلى حد الآن كل سنة في ناس بعرفهم بخصوني بيقدموا على المنحة، أو يعني بعرف يعني شو بيقولوا كل غالي له غالي، يعني أما أشخاص مقربين مني أو أشخاص مقربين من أشخاص مقربين مني، فبساعدهم، بقرأ لهم الملف، ممكن أعطيهم رأيي، وبعطيهم رأيي بكل مصداقية. يعني في ابليكيشنز ما بدي كذب عليكم، في ابليكيشنز من أول نظرة يعني فورا بيطلع معي إنه هذا الشخص مستحيل يأخذ المنحة، وفي ابليكيشنز ببين معي إنه ابليكيشن قوي. بس شوفوا قديش الخبرة بتلعب دور يا جماعة. تعرفوا إنه أنا الملف اللي قدمته ب 2020 مقارنة بملفات ناس تانية كانت عم تقدم بوقتها، كنت بشوف الابليكيشن تبعي من أقوى ما يكون. بس هلأ بعد سنة 2020 بعد ما أنا شاركت الابليكيشن تبعي
لانه انتم بتعرفوا اغلب العالم ما بتشارك الابلكيشن تبعه. بعد ما انا شاركت الابلكيشن تبعي والامثله تبعي، سنه عن سنه بتصير سوية الناس اللي عم تنقبل أعلى وأعلى وأعلى. ليش؟ لأنه أول شيء في ناس عم مثلا خلونا نقول قدموا بال 2020 ونرفضوا، فكركم وقفوا وصاروا يقدموا نفس الابليكيشن؟ طبعا لا، بدهم يرجعوا يعملوا أشياء أقوى، لأنه سنة عن سنة صارت ناس تعرف أكثر عن المنحة. يعني زمان كان في ناس تاخد المنحة مو بالضرورة لأنه هي خارقة، ممكن لأنه هي عاملة أشياء حلوة، بس في ناس يمكن عاملة أشياء أكتر وما بتعرف عن المنحة أو ما قدمت عليها، أو بتعرف عنها وما قدمت عليها. فالسنة عن سنة عم بصير في انتباه أكبر لهي المنحة، ناس أكتر عم تعرف عنها، ناس عم تشتغل على حالها أكتر. في ناس مثلا بتعرف عن تشيفنينج بعد ما تتخرج، في ناس هلأ صارت من هي وطلاب بالسنة الأولى عم تعرف عن تشيفنينج وعم تخطط لتشيفنينج وتشتغل بجهد جبار لحتى تاخد هالمنحة. خلاصة اللي بدي لكم اياه انه من 2020 لهلا 2025 انا كل سنة تقريبا بقرأ ملفات لكتير ناس، وكتار منهم بياخدوا المنحة، وفي منهم انه انا مثلا بعرف انه ما رح يوصلوا للمقابلة وما بيوصلوا للمقابلة. يعني مو انه يعني انا ابو العريف، بس برجع بقلكم انه بتصير عندكم خبرة، يعني بتصيروا خلص انتو عندكم فكرة انه شو الشيء اللي بريطانيا بتفضلوا، شو الشيء اللي بريطانيا ما بتفضلوا، شو الشيء اللي يعتبر مميز عند هذا الابليكنت، شو الشيء اللي يعتبر ضعيف عن جد عند هذا الابليكنت. هاد ما له شيء انه هو عبارة عن 1+1=2، لا، هو هيك معرفة تراكمية، يعني مرة ورا مرة مرة ورا مرة بتقرأ ابليكيشنز، بتعمل مقابلات مع كتير ناس، بتصير بتقدر تعرف مين انه بياخدها ومين ما بياخدها. وفي ناس بتكون الموضوع كتير تريكي انك تقول بياخدها او ما بياخدها، لانه كمان في معايير ممكن تشيفنينج ما بتحكي عنها. يعني في ناس بتوصل للنهائيات جد انه مثلا بتقول هالشخصين بيستاهلوها، من كل قلبك بتقول هالشخصين بيستاهلوها، بياخدوا واحد ما بيختاروا الثاني. ليش؟ لانه اكيد في معايير ما بيصرحوا عنها. خلاصته للكلام يعني سبحان الله انا هي الخبره يلي اخذتها يعني هيك بشي، يعني ما بذلت جهد اني اعمله، هيك صار معي بالصدفه انه انا صرت اقرا ابلكيشنز للناس وتابع معهم الملفات ضمن ال5 سنين الماضيه. فشوفوا سبحان الله هي المهاره هلا ساوتني جزء من لجنه بتخص منحه تمنحها جامعتي لطالبي اللجوء ببريطانيا. بتغطي المنحة مثل ما قلت لكم 3 أشخاص يدرسوا ماجستير بجامعتي بسوانزي من اختيارهم، ومنحة بتعطيهم راتب. ايه سبحان الله. فقديش أنا مبسوطة، قديش الحمد لله هيك شكورة لرب العالمين. بس اللي بدي ألخص لكم إياه من كل هذا الكلام لتعرفوا شو كانت الغاية والزبدة من هذا الشيء اللي عملته. كل هالشي اللي أنا حاسسته إنه الحمد لله كتير كبير لإلي. ليش؟ لأنه أنا صرت جزء بلجنة كلها دكاترة وموظفين، أنا بس الطالبة. كل هالشي بلش من شي بسيط، بس هو اني اعرض نتائج بحثي تبع الماجستير بالمؤتمر يلي صار للطلاب بجامعتي. في كتير ناس بتخاف وبتقول انا بخاف هلا بيضحكوا علي، انا بخاف بحثي مو هالقد، انا بخاف. ما لازم تخافوا، يعني انتوا دايما حطوا ببالكم انه دائما في الخطوة الأولى، دائما في الخطوة الأولى. الناس اللي هي هلأ دكاترة وبتنشر أبحاث وبتعمل بفترة ما بحياتهم كانوا عم بيفكروا بنشر أول ورقة بحثية وكانوا خايفين، ولهلأ خايفين، كل ما بينشروا أكتر وأكتر بيخافوا. فأنتوا نفس الشيء، إذا أنت هلأ عم بتفكر بمنحة، عم بتفكر بشغل معين، عم بتفكر بأي شيء أنت لسه لهلأ مالك جاهز لإله، معلش زد حالك، لأنه من التجربة تبع التقديم سواء انقبلت أو انرفضت رح تتعلم أشياء. وشوفوا سبحان الله، يعني رحت على هالبرزنتيشن من خلال تعرفت على هذا الدكتور اللي أول شيء خلاني أحضر البانل فيزيت تبع السيتي اوف سانكتشري، وبعدين يعني خلوني جزء من اللجنة وقت تبعوت الملفات تبع المنحة. وسبحان الله ما بعرف هلأ شو الفرص الجاية اللي حتجيني بس من وراء هذا الموضوع. وكمان الشيء اللي حبيت أوصلكم إياه إنه شوفوا سبحان الله كرم رب العالمين وحكمته ببعض الأشياء. إنه أنا كان صاير معي ظرف جدا جدا صعب اللي خلاني إنه ما كنت مفكرة بولا شيء بوقتها بخصوص المؤتمر وبخصوص ولا أي شيء تاني بالحياة كنت قدرانة أفكر. سبحان الله يعني الله خبالي إياها لوقت تاني. يمكن هلأ أنا هيك بقول لحالي يمكن كانت الحكمة
اني لما بدي ابعت الابلكيشن تبعي ابعته خصوصا لهذا الدكتور، هو نفسه اللي مسؤول عن هالشي، يشوف الابلكيشن تبعي ويجي يحضر الجلسة تبعي وبعدين تنفتح لي كل هالابواب. لا لسه الصاعقة وين؟ انه دكتور هو هاد نفسه قال لي انه فينا نحن نرتب لقاء اذا بتحبي، واحكي لي اكثر عن البحث اللي هلا عم تعمليه بالدكتوراه، اذا في اي شيء انا بقدر ساعدك فيه. ضمن اللقاء عرفت بالصدفة قال لي انه انا مهتم اسمع عن البحث تبعك، لانه مثل ما بتعرفي انا رئيس الكليه. انا انصدمت، يعني هو مو بس دكتور بجامعتي ورئيس هي اللجنه اللي بتخص اللاجئين طالبي اللجوء بالجامعه، لا وانما كمان رئيس يعني الهيد تبع الفاكولتي، رئيس الكليه، وانا مالي عرفانه. فحسيت انه بالفخر العظيم والشرف العظيم اني انا يعني انه اقدر احكي مع هيك انسان قمه بالتواضع. وقال لي انه هو يعني شوفوا قديش يا الله قديش عنا انه هيك انسانيين. الناس الدكاتره ما بيحسسوك انه انت طالب لسه ولا شيء ونحن اللي بنعرفه لا بيحسسوك انه انت زميلهم. فقال لي انه انا بحاول قد ما بقدر التقي بكل طلاب الدكتوراه عنا بالكليه واعرف عن الابحاث اللي بيعملوها. يعني شوفوا شو راقي يا الله. المهم لذلك آمنوا بقوة التشبيك، بس تصح لكم فرصة روحوا وزتوا حالكم فيها، لأنه يمكن من خلال فرصة صغيرة مالكم مفكرين فيها ولا عاملين لها أبعاد تتعرفوا على ناس تفتح لكم فرص، تفتح لكم أبواب. خلوكم على تواصل مع الأشخاص. يعني لو رحت على مؤتمر تعرفت على ناس، حدا عمل برزنتيشن عن موضوع حسيته مهم، بعت لهم على اللينكدين، بعت لهم رسالة قال لهم أنه أنا حبيت كذا وكذا بالبرزنتيشن اللي أنت قدمتها اليوم، بتمنى نضل على تواصل إلى آخره. يعني حاولوا تبنوا شبكة من العلاقات اللي يمكن تفتح لكم فرص بالمستقبل. اللهم صل على سيدنا محمد، ضلوا آمنين أنه رب العالمين مستحيل يخليكم تتعذبوا بدون غاية بدون هدف، وحطوا الجهد الكافي والصبر اللازم لأنكم حتوصلوا. وما في إنسان بيتعب إلا وبيحقق أشياء يعني عن جد بمعجزة من رب العالمين. عن جد سبحان الله، أنا لحد هي اللحظة بحياتي بحس كل أموري عم تمشي بالتيسير من رب العالمين. أنه كيف طلعت المنحة الأولى، كيف أخذت المنحة الثانية، كيف اشتغلت ببريطانيا، كيف بلشت استقر ببريطانيا، كله بفضل رب العالمين، مو بفضلي ولا بجهد. يعني أكيد عم بجتهد الحمد لله يعني بس أنا دايما بقول إنه الإنسان بيتوكل على رب العالمين، بيجتهد وبيشتغل وبيسعى وبيتوكل، وبرضه بيدعي لرب العالمين. لأنه الإنسان بدون ما يكون في حدا هيك في إيمان قوي عم بشده، بحسه مثل التايه بلا بوصلة. فخلوا إيمانكم هيك عالي، وخلوا يقينكم برب العالمين قوي، وبتحققوا كتير أشياء، بتوصلوا لكتير أماكن يمكن ما كان مخكم مفكر فيها أساسا. وآسفة طولت عليكم يا جماعة، شكرا كتير إنكم عطيتوني من وقتكم. انبسطت إني شاركت معكم الإنجاز اللي كتير فرح لي قلبي من جوا، واللي بنفس الوقت حبيت شارككم معكم لورجيكم إنه في أشياء أحلى بكتير من اللي نحن بنخطط له، بس هيك رب العالمين بيهدينا إياها بالوقت اللي نحن مو متوقعينه. إن شاء الله أنتم كمان هيك بتحققوا كل اللي ببالكم. آمين لأحلامكم، وآمين لكل الدعوات اللي بقلوبكم. وادعوا لي إن شاء الله أخلص من قصة التنفس، مشكلة التنفس اللي صايرة معي، والله يوفقكم ويسعدكم يا رب. سلام.